مساء الخير يا مساء الخير يا مساء الخير. تعالوا كده نعمل قراية عفوية كده، ما فيهاش اي تخطيط ولا اسئلة ولا اختيار. اللي هيفتح المسج ويحسها بتكلمه او له فيها رسالة، هو بس اللي هتوصله الرسالة او الاوديو يعني. فتعالوا كده نشوف الاول انت حاسس بايه دلوقتي يعني. يلي بتسمعني دلوقتي، هولع الشمعة اهو علشان احاول اربط طاقتي بطاقتك وافصلها عن طاقتي الشخصية. كأنك قاعد معايا كده لايف. عاوزة اخد طاقتك اكتر الحركية او المكانية، نجدد كده، نعمل حاجة جديدة. يعني عايزة احس ان انت كأنك يلي بتسمعني قاعد جنبي مثلا او حواليا. اخدها اكتر بشكل شكلي. يلي بتسمعني انت دلوقتي، الطاقة الغالبة فيكم يلي بتسمعوني دلوقتي في وقت ما تفتح الاوديو، يعني مش دلوقتي بتوقيتك انت، مفيش زمن يعني. انت حالتك وحالة قعدتك كده ومودك وجسمك عاملين ازاي دلوقتي. انت مسترخي نوعا ما، ممكن تكون جعان شوية، مستطعم الجو. في دفى، في الشمعة كالعادة عاملة حرايق اهي، في ايقاع حلو، في عزوبة مستعذب الوضع حواليك، مستعذب المزيكا اللي سمعها في الاوديو، مستعذب الحالة. زي ما بقولك ممكن تكون جعان شوية.
حواسك يقظة اكتر من تفكيرك، وده شيء جميل. امسك في الحالة دي، اثبت عليها. هعليلك المزيكا شوية. ايه كمان؟ مغمض عينيك، الصور كلها طالعة تقريبا مغمض عينيك. ممكن تكون سامع صوت الشمعة وحاسس ان ليها ريحة، متخيل ليها ريحة معينة. انا مش هقولك بقى هي ليها ريحة ولا لا عشان نسيب خيالك يشتغل. حاسس انه في نوع من انواع طقوس الاسترخاء كده حاصلة، او الحالة دي دخلت فيها. ميرسي والله، لانك بتدينا الطاقة برضه، يعني بتدخلنا في الطاقة دي. متحمس، في حماسة من نوع ما، حماسة ما هيش مسترخية تماما، يعني فيها نوع من انواع الحركة اللي ممكن تكون يعني اوصفها بايه، حيوية بحدة شوية، فيها حتة مش توتر بيور، لكن اللي عارف انت لما الوتيرة تبقى مشدودة سيكة يعني كده. جدا. طب ايه الحالة اللي انت محتاج ان انت تدخل فيها اكتر، او تخرج وانت عليها من الاوديو؟ يعني ايه عارف، واحنا بنفتح اي اوديو ماتيريال فن بيبقى عندنا كده ساعات توقع، رغم ان ده غلط، ده جين 42، ده ظل جين 42 التوقعات، بس بنبقى غصب عننا رايحين على الاقل علشان ايه، يعني في دفى ما كده حاصل. ايه الحالة اللي انت تحب انه حابب انه الاوديو يحققها لك، يعني بتسمعني، او حتى جسمك محتاجها وانت سلام. الإشباع، البصيرة، نوع من النور، مش بمعنى المألوف، عارف اللي هو ايه، كأنك عاوز تشعل ضوء دافي كده في داخلك. تاني طلعت 38. السلام، الحب، بغض النظر عن مفردات السلام والحب واستخدامها دايما في أماكن بعيدة عن المزاج الشخصي،
لا، اللي هما المفردين، ولكن بالمفهوم المرتبط بحالة الانسجام اللي جسمك نفسه يبقى حاسس بيها. يعني البنت هنا حطوا ايديها على بطنها. انا مش هصور الكروت في القرايه دي، لانه القرايه انا حاطه كروت كتير قوي، يعني عامله حاله استرسال كده، فكده انا هصور كروت كتير قوي قوي يعني، فاهميني؟ فتخيلوا معايا الاوضاع وبس. ايه الحالة اللي جسمك محتاج يكون عليها دلوقتي؟ يا اللي بتسمعني، جسمك محتاج يتدلع، محتاج يتدلع فعلا. يعني طالع لي كارت البنت الفجر نايمة في بانيو ومليان مية وكله ورد وزيوت وحواليه شمع وأحجار كريمة. دلع دلع، جسمك عايز يتدلع. بس الكارت برضو عليه الرمز بتاع الأرض، اللي هو علامة الزائد وحواليها دايرة، ده رمز الأرض، والأرض هي الروح. ففي النهاية جسمك عايز يتجذر جوه روحك بشكل أو بآخر. توصل للحالة اللي انت ممكن تحسها وانت في الأجواء دي، في المية في البانيو وحواليك الشمع والروايح، من خلال ان انت تبقى جوه روحك، بعيدا عن الشكل ده حاليا يعني. لانه ساعات على فكرة ممكن جربتها كتير انا، يعني ساعات كتير قوي اعمل حاجات زي كده، بس من جوايا روحي مقفولة دلوقتي، يعني الباب مقفول لروحي، مش عارفة اوصل لروحي. ف مش لما الباب من جوه بيتفتح ده اهم حاجة. ساعتها الحالة بقى لو كمان من بره الموضوع كده، يعني اللي هو كده تبقى زي ما بيقولوا بالبلدي بضت لك في القفص يعني. لكن مهم الباب اللي جوه يعني. فخلينا دلوقتي في الباب اللي جوه يا عزيزي. ولو انت تقدر وانت بتسمع الاوديو تقوم وتملى البانيو وتعمل الحركات دي، توقف وترجع تسمعه. والله العظيم انا عارفه احنا رايحين فين. احنا ماشيين مع بعض مش عارفين القرايه جايه منين ولا رايحه فين، بس خلينا نكملي. الشمعة مع طلعة كارت 34، رقمه 34. عملت صوت قوي قوي، والفجر في الكارت ماسك ظهره. انت مش قلتلك في حاجة مشدودة، في حاجة مشدودة في جسمك؟ جينا 34، جينا 34، جينا 34 ده حكاية. الثدي بتاعه الجلالة. اللي هو الوصول الاسم الأعظم جواك، اسم الله الأعظم. الوصول للسبعة. ويا سلام بقى لو جمعتهم على بعض، اللي هم جين 16. طاقة السبع كواكب في جسمك، طاقة السبع عوالم، السبع أجساد.
في شدة كده حاصلة في جسمك بسبب على فكرة التحام الطاقة دي. يعني انا حاسة انك لقيت الطاقة دي جوه جسمك، جوه ظهرك. حاسة ان عندك جين 34. ثواني. عندك جين 34 ممكن، او 43. الاتنين مراية لبعض، اتنين نفس الحاجة. البريك ثرو هو نفسه توحيد طاقة السبع أجساد. أو الشغل عليهم، اللي هو كارت تمبرنس في التاروت، اللي هو الفجر واقف وبيعمل يصب بين الكاسين، اللي هو التكوين. عارف سفر التكوين، سفر التكوين. تكوين الالتحام من المولود اللي بيحصل نتيجة لالتحام الطاقة دي بعد نزاعات طويلة وشدة. شدة غاشمة بقى، يعني شدة ما كنتش واصل فيها للطاقة دي أو فاهمها، لكن دلوقتي حاصل الشدة دي بشكل حتى لو مؤلم ومزعج أحيانا. وبقولك ده وأنا مجربة والله. لكنه ممر. حاسه انك بترد على تقولي انا عارف، انا فاهم. حاسه انك ما عدتش عايش الى حد ما دور يعني منغمس في مواطن ضعف قصتك ومتشبث بيها اكتر من انك فهمت ان هي سلالم الى حد ما. طيب تعالوا كده نسأل مين السبيريت اللي قاعدة معانا دلوقتي، او اللي قاعدة معاك دلوقتي، حواليك، حوالين اللي بيسمعوني في الاوديو ده. و السبيريت دي عايزة تقولك ايه؟ ممكن بقى اصور الكروت دي، يعني الكروت دي ممكن اصورها، انها هتبقى مش هتبقى زي الجزء اللي فات ده من القراية يعني. فعموما دايما بصوا على الديسكريبشن بوكس، اللي هو صندوق الوصف اللي بيبقى تحت الفيديو. في الموبايلات هتلاقوا كلمة سيمور علشان او رؤية المزيد، عشان في ناس كتير بتسألني مبتبقاش عارفة فين الكروت. تمام، يعني بوضح كده للناس اللي مش عارفة. مين السبيريت اللي قاعدة جنبكم، حواليكم دلوقتي، محاوطكم دلوقتي؟ ايه اللي هي عايزة تقوله لكم، اللي بتسمعوني في هذا الاوديو؟
كيناز مركز تاف. رقم 12 الهانجد مان. طاقة عظمى من اللاوعي الجمعي. طاقة يعني طاقة بتتكلم نيابة عن اللاوعي الجمعي كله. ولما بقول لاوعي جمعي فهو ظلك يعني كل واحد بالنسبة لكل واحد اللاوعي الجمعي هو ظله الأكبر. لأنه طول وكارل يونغ قال ده وقلناه كذا مرة، أنه طول ما هو ما يعرفش حاجة عن لاوعيه أو مش بتواصل مع اللاوعي الخاص، فهو كده اللاوعي الجمعي هو اللي مسيطر على لاوعيه الخاص، وبالتالي لاوعيه الخاص مسيطر على صورته قدام نفسه وشكله وشكل حياته كلها وقيادة حياته كلها على قدره كله. بيعوج له ميزان التأويل. واحنا قلنا ان الحياة كلها مجرد حلم، فأحسن التأويل دايما. كيناز ماركستاف. انا فاكرة اسمها الجود دي اسمها ايه؟ براين هيلد. فاكرة قصتها هي انا كنت معلماها باغنية صوتي بتاعت سعاد حسني. في الهند والعجايب، السما والارض حبايب، والنار والنور والعتمة، والروح والجسم قرايب. في الهند والعجايب يحكوا عن زوجة وفية اسمها سوتي الهندية، شاركت جوزها في حياته وادت له حياتها هدية، تقعد له على السجادة وغرامها وعيونها غرام وعبادة، وكل ما قال يا سوتي تفرح وتحبه زيادة. تقعد له على السجادة وعيونها غرام وعبادة، وكل ما قال يا سوتي. المهم انه القصة في الكارت انه جوزها كان شخص مانيبوليتر، يعني ما كانش على السكة وعلى الدغري، يعني زي ما بيقولوا. وده الرمز والايجو. الروح دايما بتخدم الايجو، حتى وهي الايجو في اقصى حالتها غشومية. عشان كده الروح دايما موجوعة. ورقم 12 هو رقم اللاوعي الجمعي كله، اللي هو الحوت المتألم، اللي بيبقى كل واحد فينا في وقته بيدخل جوه بطنه وبيعرف عن آلامه وعن
أوجاعه، وعن ازاي هو شايل الجمل بما حمل. يعني هو شايلنا كلنا الروح. وفي نفس الوقت بتحمي الطاقة الإلهية من الملوثات اللي احنا عايشين فيها ومصدقينها جوه وعي الإيجو الجماعي بتاعنا. فأنا هصور لك الكارت. يعني البنت وقعه وبتتألم، وهي فضلت مخلصة لزوجها ده، وهو اتحكم عليه ان هو يتحرق في النار، وهي كملت ودخلت اتحرقت معاه رغم ان هي عارفة ان هو على خطأ. فدي قصة الروح، دي قصة روح الكون، الطاقة الحارسة للطاقة الإلهية. self-awareness, consumption, engulfment. الروح حوالينا دلوقتي يا كل حد بيسمعني، كنت هقول يا مجموعة كذا. الروح حوالينا دلوقتي وجوانا، حوالينا وهو يعني حوالينا لأنها جوانا، لأنها هي اللي مخليك تشوف حواليك أصلا، وهي اللي حافظة اسمك المكنون وقلبك الإلهي جواك. طب عايزة هي يعني البنت متألمة جدا في الكارت، فهي عايزة تعبر لنا عن ألمها ده دلوقتي. الزوج وفاة المنية ولسه عايشة هي، قالت أنا ليه هستنى في الدنيا وحدانية. في المحرقة نامت جاره وامتزجت نارها بناره، صوتي وحبيبها جوزها في حضن بعض طار. برضو الموضوع مكمل، نفس الفكرة نفس القصة. اوعوا تفتكروا انه وفاة المنية يعني انتقل عن هذا العالم. لا، هو ده عالم وفاة المنية اللي احنا فيه ده. الروح رغم ان احنا مات فينا هي يعني مات فينا اصلها، لكنها ما زالت بتحرق معانا. عشان كده مطلعه الكارت ده، انه هي عايزه تقولك كروحك انت الخاصه، اللي هي روحك، هي كونك، هي كل الارض اللي جواك، اللي صانع اللي براك. فبتقولك ان هي رغم كل اللي انت مش فاهمه عنها واللي ما تعرفوش عنها، هي طول الوقت بتفضل وبتؤثر فكرة ان هي تحرق معاك، تفضل وفية ليك رغم كل شيء. عشان كده دايما حتى لما بنتكلم في فيديوهات تقيلة فيها كلام شوية تقيل يعني عن العلاج والشفاء وكده، دايما بأكد انه الروح بتحبك زي ما انت. حتى لما بيجي اوقات صعبة لابد ان هي في خطتك وفي قدرك نقطة تحول مهمة، هي اللي محتاجة ان هي تمسك الدفة، حتى لو انت ما عندكش اي خيار في انك
تعمل اي شيء يشفيها، او تسعى لأي نمو روحاني او تطور جواني، مركز اكتر مع الحياة برا، ما تعرفش حاجة عن الوعي اصلا. اي منعطف بيبقى شديد شوية، بيبقى مش مفهوم، برضو بيبقى رحمة، وبيبقى بيعني ان هي بتحبك زي غيرك، زي اللي زي اي وضع ليك. يعني حتى على فكرة حتى الحرامية وقتالين القتلة، الروح لان هي طبعها الهي ومن الله، بتحبه وبتقومه وتقوم معاه على حسب خطته، تحبه زي ما هو برضو. مفيش الناس سواسية عند الله، وبالتالي عند الروح، لأن الروح من أمر الله. يا روح، في أغنية طارق الناصر، فرقة طارق الناصر، فرقة رام، اسمها يا روح. يا روح، سمعتها دلوقتي، فممكن لو حابب ان انت تسمعها برضو، لان الروح هي اللي بتتكلم دلوقتي. تعالوا كده ناخد رسالة مباشرة وواضحة. يا روح، عايزة تقول ان ايه يا روح؟ نتلاقى حي ما في واحكي لك عن يا روح الروح حلوك يا روح، هي رشفة الروح تحكي عن الروح، حبيتها كتير روحك يا روح، يا روح، يا روح. الكارت اللي طلع لي لونه اخضر، نورشمنت. جيتار وإزازة مشروب وفاكهة وصندوق طالع منه ايه ده فينو ده ولا عيش ولا مخدة ولا ايه؟ في مخدة ورا، والصندوق اعتقد طالع منه عيش على نجيلة فوق السما. نورشمنت. Are you tempted to rush from one thing to another, out of breath and underfed? At times the body does its most demanding tasks with simply too little nourishment. Hunger must be satiated, thirst quenched,
life is lived through this intricate sacred body. Your purpose can be known only through the clarity of awareness you experience when your basic outer needs are met. Your inner beauty can be more easily felt when you have been nourished with care. انت محتاج ما تستعجلش، ما تجريش، ما تضغطش على جسمك. محتاج ان انت تكون واعي من جوه علشان تقدر تلاقي احتياجاتك اللي بره بشكل يلائم روحك. Inner beauty can be more easily felt when you have been nourished with care. محتاج الحالة دي كل يوم، الحالة اللي احنا فيها في القراية دي. محتاج تسمع مزيكا وتغمض عينيك وتغني وتستطعم كل لقمة وتشرب كتير. لو قدرت تكون في مكان طبيعي تعمل ده، لو ما قدرتش تخيل، صور لك الكارت، تخيل المكان ده تحديدا مادام طلع الكارت. عايزة تقول ايه تاني يا روح؟ الكارت اللي طالع اخضر برضو، الجذور يا جماعة، الروح هي الجذور. Destiny delivers. مكان جميل وشلال وشجرة لونها purple. When you see is only part of the story that is unfolding for you. You have been visualizing, praying and taking action, and yet everything remains the same. لو انت بتتخيل وبتصلي وبتاخد اكشن لكن كل شيء زي ما هو لسه، فده the more you push forward trying to make things happen faster, the greater is your inner resistance. كل ما يعني نفس المضمون بتاع انك بتجري من حاجة لحاجة. هنا ضغط على نفسك في حاجة، يا اللي بتسمعني، انت ضغط على نفسك في حاجة او منتظر حاجة وعمال تدفع حتى بشكل طاقي وانت بتنتظرها، تدفع تحترق يعني بنوع او اخر. ممكن حد يبقى بيعمل ده في الشغل، ممكن حد يبقى بيعمل ده في الانتظار، حتى ممكن حد يبقى بيعمل ده في الدعاء، في التخيل زي ما الكارت بيقول. فكل ما تعمل ده بمجهود كل ما ده هيعمل لك مقاومة أصلا. Release your control and as you let go you will open yourself up to receive generous divine bounty. اطلق سراح التحكم ده واسمح لنفسك ان انت تستلم النعمة الإلهية اللي هي بنعملها من أول القراية. يعني احنا دلوقتي في نعمة الحمد لله. all the small acts of kindness you have offered to those in need have created a channel of good experiences to flow to you. كل فعل صغير من الطيبة والنعمة جواك
انت بتمنحه لنفسك وللآخرين اللي محتاجين يعيشوا الإحساس ده في أجسامهم ويتواصلوا بيه مع أرواحهم. ده بيخلق جواك انت ذاتك قناة عشان تتدفق فيها تجارب مثيلة بداخلك. Wonderful surprises, unexpected manifestations and blessings will be on their way to you now. طيب دي بشرة جميلة. في مفاجآت جميلة و unexpected manifestations وتجليات يعني انت ما توقعتهاش، ونعم ان شاء الله بإذن الله في طريقها إليك دلوقتي، والشمعة نورها عالي جدا. You are being acknowledged for acting as angel to others. طبعا يعني مش بيقولك انت يعني يعني زي في قدرك كده المرحلة دي ان انت تعامل زي الملاك مع الناس، مش للدرجة دي يعني. ما اسمح لنفسك تغلط واسمح لنفسك تكون بني آدم، بس خليك عارف شعور انك في النهاية يعني زي ما بنقول ده، اسمح وسامح وتدفق كملاك، مش تحاول تكون ملاك فهتلاقي الشيطان بعد شوية طلع يعني، لان هما واحد. عارف البتاع، عارف كان في بتاع كده او لعبة كل ما اللعبة اللي هي بيقعدوا يجدفوا دي، مش يجدفوا، اسمها ايه، يتمرجحوا، اللي هي مرجحة التوازن دي. بس برضو في لعبة تانية انا كان قصدي عليها، مش عارفة هي عاملة زي بيبقى فيها بالونة هوا كده، تدوس على البالونة من الناحية دي تقوم طالعة الناحية دي، تدوس من الناحية دي فتدوس الضغط عشان تبقى ملاك او تبقى شيطان، بيخليك اصلا تبقى الحاجة اللي انت مش عايزها. يعني حتى الشياطين اللي بيبقوا عايزين يبقوا شياطين بيرفكت يعني. وامبارح كنت بشوف مش ملخص، فيديو تهكم. تهكم مش مفرد، مش ملائم خالص اللي انا عايزه اقوله. فيديو دمه خفيف كده عن قصة فيلم هندي. فالولد قناة في الملوخية. فالبطل الفيلم طبعا راح في داهية، فيلم قديم كمان يعني، فيلم هندي قديم، فطبعا كمية ملوخية غير طبيعية. الشرير في الفيلم طول الفيلم عمال يقول مجد للشيطان، المجد للشيطان. فهو حتى وهو لو هو عاوز يبقى شيطان بس قلبت معاه. فالمهم يعني انه تبقى انت مش بتضغط عشان تكون حاجة معينة، تحتوي طاقة روحك جواك، لان هي روحك انت اللي بتعاملك مع طاقتها، بتخلق جواها اوجاع وتصنيفات واسماء وتحيزات. فاحتوي كل شيء وراقب كل شيء بوعي، ما تنحزش انحيازا، ولكن حب الحب نفسه. عشان تقدر تكون ملاك قادر يستخدم جناحاته، مش ملاك سقط من نعمته لانه طول الوقت عايز يكون ملاك. تعالوا كده ناخد لكم الكوتشينة دي كانت ضايعة مني، انا بحب الكوتشينة برضو، بحب اقراها.
فكانت ضايعة مني، كنت زعلانة قوي عمالة اقول يعني ايه كوتشين تضيع مني. بس الحمد لله لقيتها، لاني بحب الكوتشينة برضه جدا. خدلكوا كارت من الكوتشينة. روحكم عايزة تقول لكم ايه دلوقتي، او الروح اللي بتكلمنا عايزة تقول لنا ايه نختم بيه القراية؟ حاجة، تعالوا نطلب حاجة تفرحنا، نطلب حاجة تفرحكم يا اللي بتسمعوني. ثواني استنى. ايه اكتر حاجة، ايه اكتر صفة الروح بتحبها فيكم حاليا يا اللي بتسمعوني؟ صفة بقى مشتركة بين كل اللي بيسمعوني يعني. King of Swords، منطقي. الشايب ابو سيف، منطقي يكون الصفة المشتركة بين كل اللي يكمل الاوديو ده للاخر، ايا كان عددهم 1 ولا مليون، ان هما يكونوا King of Swords. دي اكتر صفة موجودة فيكم والروح بتحبها، انكم ومهما عصفت بيكم الدماغ عصف بيكم، بتقدروا ان انتوا تنقوه وتفرقوا الحق عن الباطل، باحتواء الاتنين، تميزوا وبالتالي تحولوا. بتقدروا انه انتوا تنقوا أسيركم الروحي، الأثير الروحي بداخل توصلوا للأثير الروحي داخل أعماقكم وتتواصلوا معاه. عشان كده جيتوا وصلتوا الأوديو زي ده، هو قدكم لأوديو زي ده، تسمعوا فيه كلام عجيب من واحدة عجيبة، لأنكم حاسين رافعين صفكم طول الوقت، حتى لو عندكم جانب جواكم من الأثير ده مرتبك وبيغمس السيف تاني، لكن في قوة يقظة جدا، وده من زمان على فكرة، وانا متأكدة انه من قبل ما تحسوا الوعي او تعرفوا عنه حاجة. جواكوا قوة نسبتها كبيرة جدا من الأثير الروحي جواكم متيقظة وحاسة وشعرة بأنه في وجود حقيقي آخر موجود،
مقام في عالم تاني غير العالم اللي اعتدتم انكم تشوفوه حواليكم من وانتم صغيرين. عارف لما الماء انت ما تكونش مقام، يعني انت في الاصل مقام لكن لسه ما قمتش، لسه ما ادركتش انك مقام، ليك مقال. بس تبقى حاسس ان ليك مقال وماشي ورا الفكرة دي، فتصبح بقى مقام ومقال في وقتك وفي معناك الصحيح اللي بص الشمعة، سمع الشمعة، يخليك مقام في مقامك وراجع لمقالك. اهو رقم 7 Knight of Wands. Knight of Wands ده احنا حوالينا طاقات حلوة قوي يا جماعة. Knight of Wands اسمه ايه ده في الكوتشينة؟ هو Knight of Wands بس في الكوتشينة ليه اسمه ايه مش عارفة اسمه ايه في الكوتشينة لفظا يعني، بس هو نايت الشعلة، مقام السلاسة. شوف انا والله العظيم انا مش ملنكة، يعني انا بقالي ساعة بتكلم على المقام والمقال فيطلع لي مقام السلاسة النايت اوف وونز. وطبعا السبعة هم وراهم التمانية. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. كده احنا خلاص معانا الارقام كلها 8 في وسطها 9. بعد كده خلاص بتبقى 10 بعون الله، ويرجع التين التن تلاقي المقال التن، ويرجع التين لأصله. يا ربي والله العظيم 8 وراها 10 اهي، والله ما كنت واخدة بالي، والله ما كنت واخدة بالي، والله بقول كده ومش واخدة بالي. لا حول ولا قوة إلا بالله. إله جميلة يا كل من بيسمعني والله. صور لكم الكروت في الديسكريبشن بوكس. ومن 10 اللي جنب الواحد اللي جنبه 0 لا يقرأ، ولكن قيمته خلاص حفظت. نعود للواحد، من الواحد جئنا وإليه نعود فيه ومنه وبداخله. شكرا، أشوفكم في قراية تانية إن شاء الله.